السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الرابع والاخير في الوحدة الاولى في الجغرافيا منهج تالتة اعدادي. بس قبل ما نبدأ شرح الدرس يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندنا الدرس الرابع في الوحدة الاولى في الجغرافيا بيتكلم عن النشاط الصناعي في العالم. كنا شرحنا في اخر فيديو جغرافيا نزل هنا على القناة عن النشاط التعديني في العالم. في فيديو النهارده بقى نتكلم عن النشاط الصناعي في العالم. الاول لازم نعرف ان الصناعة هي تحويل المواد الخام من صورتها الاولية لصور تانية بتكون ملائمة لحاجة الانسان. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتطلع حديد، الحديد ده بيخش مصانع، بيخرج من المصانع دي عربيات مثلا، فدي بتفيد الانسان. هي دي الصناعة، انها بتحول المواد الخام اللي هو زي الحديد ده من صورتها الاولية لصور تانية اكثر ملائمة لحاجة الانسان، زي مثلا عربيات الانسان بيستخدمها في حياته اليومية. طب هنتكلم بقى عن النشاط الصناعي شوية. لازم نعرف ان النشاط الصناعي هو قمة الانشطة الاقتصادية، هو الطب في الانشطة الاقتصادية. وهنلاقي ان الصناعة موجودة في كل دول العالم، موجودة في مناطق عديدة في العالم، ولكنها بتختلف في ايه؟ قالك بتختلف في نوعيتها، سواء صناعة خفيفة أو ثقيلة، وبتختلف برضو في مدى تركزها، وبتختلف في جودة الصناعة ذات نفسها. فاحنا دلوقتي بنلاقي ان الصناعة الحديثة هي دلوقتي اللي بتقيس مدى تطور الشعوب ومدى ازدهار الشعوب، حيث ان احنا هنلاقي ان الدول المتقدمة هي الدول اللي اتطورت فيها الصناعة تطور كبير، واستخدموا فيها الاساليب العلمية وتطبيق الابحاث والتجارب العلمية والاختراع، وكمان تحديث المنتجات الصناعية بشكل مستمر. ده بيحصل في ايه؟ في الدول المتقدمة. فنلاقي ان الصناعة هو مقياس، الصناعة الحديثة يعني مقياس رئيسي لتطور الشعوب وازدهارها. زي في الدول المتقدمة اللي قلنا ان الدول دي هي اللي اتطورت فيها الصناعة تطور مذهل، واستخدموا فيها الاساليب العلمية والابحاث والتجارب للوصول الى منتجات صناعية حديثة بشكل مستمر. فعلشان كده بنلاقي ان الصناعة المتطورة دي او الصناعة الحديثة موجودة في الدول المتقدمة. طبعا مش موجودة في الدول النامية، بتبقى موجودة في الدول المتقدمة، ولكن بنلاقي بعض الدول النامية اللي رفعت من مستوى شعوبها وبدأت تقرب من مستوى الدول المتقدمة. دول زي مين؟ دول زي الصين وجنوب افريقيا ومصر. طب عايزين بقى نتكلم شوية عن مقومات الصناعة. قالك ان عشان الصناعة يتم تطويرها وازدهارها بيبقى فيه مجموعة من المقومات دي بتنقسم مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية تتمثل فيه قالك المواد الخام، سواء بقى مواد خام معدنية او زراعية او حيوانية، وقال لك برضو مصادر الطاقة اللازمة، والتالت حاجة واخر حاجة الموقع المتميز. دي ايه؟ دي مقومات طبيعية بتبقى موجودة بترتبط بتطور الصناعة وازدهارها. طب ايه المقومات الطبيعية دي؟ المواد الخام سواء بقى معدنية زراعية حيوانية، ومصادر الطاقة اللازمة، وكمان الموقع المتميز. دي المقومات الطبيعية. طب نتكلم عن المقومات البشرية. المقومات البشرية اللي بيرتبط بيها قيام الصناعة وتطورها وازدهارها، عاملين نعيد فيها اهو. طب المقومات البشرية زي ايه؟ قال لك يكون عندك ايدي عاملة ماهرة، توافر الايدي العاملة الماهرة، وكمان يكون عندك تطور علمي، وكمان يكون عندك اسواق، يكون عندك توافر في الاسواق اللي هتبيع المفروض منتجاتك الصناعيه دي، ويكون عندك راس المال. وانت عشان تعمل اي حاجه او اي تطور من اي صناعه لازم يكون موجود الفلوس اللي هتنصرف عشان تطور في الصناعه دي، عشان تعمل مصانع، ويكون موجود برضو سياسات حكوميه. يبقى دي المقومات البشريه. ايه هي المقومات البشريه؟ توافر الايدي العامله الماهره، التطور العلمي، توافر الاسواق، راس المال، واخر حاجه السياسات الحكوميه. ده بنتكلم في ايه؟ ده بنتكلم في مقومات الصناعه، مقومات الطبيعيه والبشريه اللي بيرتبط بيها قيام الصناعه وتطورها وازدهارها. طب هنتكلم شويه بقى على بعض الاقاليم والمراكز الصناعيه الرئيسيه في العالم. واول اقليم معانا هو اقليم غرب ووسط اوروبا. وفي الاقليم ده اهم مراكز الصناعيه الموجوده في الاقليم ده موجوده في كذا دوله زي بريطانيا وفرنسا والمانيا. وقال لك ان في دول اوروبا عموما متوفر فيها مقومات الصناعه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. وكمان الوحده الاقتصاديه اللي دول اوروبا عملتها خلتهم يعملوا حاجه زي تكامل في الجوانب الاقتصاديه، تكامل في الجوانب الصناعيه والتجاريه، وكمان حمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب هيئه الاتحاد الاوروبي. ايه الاتحاد الاوروبي ده؟ الاتحاد الاوروبي ده تجمع اقتصادي وسياسي انشئ عام 1951 من تجمع حوالي كانوا 6 دول، ولكن مع الوقت
زاد عدد الدول ليصل عددهم 28 دولة في عام 2013. ده بنتكلم في ايه؟ في اقليم غرب ووسط اوروبا. اهم المراكز الصناعية بيه موجود في عدة دول. المراكز الصناعية دي زي مثلا في بريطانيا وفرنسا والمانيا، وان في اوروبا عموما متوفر فيها مقومات الصناعة، وتوفر المقومات دي ادت لوجود وحدة اقتصادية، وادى الى التكامل الجوانب الاقتصادية الصناعية والتجارية، وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الاوروبي. وعرفنا الاتحاد الاوروبي ده يعني ايه. طب تاني اقليم معانا هو اقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. ولازم تكون عارف ان الاقليم ده من اكبر الاقاليم الصناعية في العالم الجديد. في العالم ايه الجديد؟ اقليم ايه؟ اقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. قال لك الاقليم ده بيشمل بقى منطقة البحيرات العظمى. واهم الصناعات بقى، نتكلم بقى عن اهم الصناعات الموجودة في الاقليم ده. قال لك في صناعات هندسية زي صناعة الالكترونيات والسيارات والادوات الكهربائية، دي الصناعات الايه الهندسيه. وفي كمان برضه صناعات خفيفه كده، صناعات استهلاكيه زي ايه؟ زي الصناعات الغذائيه والنسيجيه وغيرها. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، اللي هو ايه؟ اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد. وعرفنا ان الاقليم ده بيشمل منطقه البحيرات العظمى. وعرفنا برضو اهم الصناعات الموجوده في الاقليم ده، وقلنا في صناعات هندسيه وصناعات بنقول عليها صناعات خفيفه، صناعات استهلاكيه. طب الصناعات الهندسيه زي ايه؟ زي الالكترونيات والسيارات والادوات الكهربائيه. طب والصناعات الخفيفه الاستهلاكيه ادينا امثله، قلنا زي الصناعات الغذائيه والصناعات النسيجيه وغيرها. طب تالت اقليم معانا هو اقليم روسيا واوكرانيا. واقليم روسيا واوكرانيا ده بيبقى في شكل مناطق متباعده، اماكن متباعده عن بعض. طب نتكلم على اهم المراكز الصناعيه فيه. قال لك من اهم المراكز الصناعيه فيه هو اقليم موسكو وما حولها، اقليم موسكو واللي حواليها، واقليم اسمه اقليم الاورال. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه في اقليم روسيا واوكرانيا ان الاقليم ده بيكون على شكل مناطق متباعده، واهم المراكز الصناعيه فيه اقليم موسكو وما حولها، واقليم ايه؟ اقليم الاورال. رابع اقليم معانا هو اقليم شرق اسيا. طب زيه زي اخواته، اهم المراكز الصناعيه فيه. قال لك اهم المراكز الصناعيه في اقليم شرق اسيا، رقم 1 جزيره هونشو. الجزيرة هونشو دي جزيرة موجودة في اليابان. جزيرة ايه؟ جزيرة هونشو باليابان. وكمان جمهورية كوريا، وكمان مناطق متعددة في الصين. ده في اقليم ايه؟ اقليم شرق اسيا. اهم المراكز الصناعية فيه قلنا جزيرة هونشو. جزيرة هونشو دي موجودة في اليابان والجمهورية الكورية ومناطق عديدة في الصين. طب نتكلم بقى عن مراكز صناعية حديثة اخرى، مراكز بقى متعددة. قال لك موجود في اسيا في دول جنوب شرق القارة، قارة ايه؟ اسيا. زي ايه؟ دول زي ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلاند. الدول دي موجودين فين؟ موجودين في اسيا مستر. فين في اسيا؟ في جنوب شرق اسيا. ايه هم الدول؟ ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلاند. وفي اسيا برضو في دول الخليج العربي اللي فيها معظم الصناعات صناعات بترولية. صناعات ايه؟ بترولية. دي ايه؟ دي دول الخليج العربي. وموجود برضو في القارة الأوقيانوسية في استراليا، وعندك في أمريكا الشمالية موجودة في كندا والمكسيك. ده بنتكلم إيه؟ على المراكز صناعية حديثة أخرى. وفي أمريكا الجنوبية موجود في البرازيل والأرجنتين وشيلي. الثلاثة دول فين؟ في أمريكا الجنوبية. وفي أفريقيا موجود في مصر ودولة جنوب أفريقيا. دي إيه؟ مراكز صناعية حديثة. كمان مرة موجودة فين؟ قال لك موجودة في آسيا منطقتين، دول جنوب شرق آسيا في دول فيها مراكز صناعية حديثة. دول زي ايه؟ ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. وفي دول الخليج العربي. وكل الصناعات اللي او معظم الصناعات في دول الخليج العربي هي صناعات ايه؟ بترولية. وفي الأوقيانوسية في استراليا. وكمان موجود في أمريكا الشمالية في كندا والمكسيك. وكمان موجود في قارة أمريكا الجنوبية في الأرجنتين والبرازيل وشيلي. وآخر قارة معانا موجود في أفريقيا في مصر ودولة جنوب أفريقيا. ده بنتكلم على إيه؟ المراكز الصناعية حديثة. يبقى كده اتكلمنا عن اقاليم المراكز الصناعية الرئيسية في العالم، وعرفنا اقليم غرب ووسط اوروبا، واقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية، واقليم روسيا واوكرانيا، واقليم كمان شرق اسيا. واتكلمنا بقى في الاخر عن شوية مراكز صناعية موجودة في اماكن متفرقة من العالم، ودينا امثلة في اسيا وامريكا شين وامريكا جيم وافريقيا والقارة الاوقيانوسية. كده نكون وصلنا لنهاية الدرس. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. درس سهل مش هياخد في ايدك كتير باذن الله. كان معاكم مستر احمد جمعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.